اخواتي واخواتي في الله، السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو تاع اليوم خصصته لتجهيزات رمضان، تجهيزات تاع الاسبوع. هي تدابير بسيطه جدا لكن راح تريحنا بزاف. اول حاجه نبدا بها هي الزيتون. نعرفوا الزيتون الكحل والزيتون الاخضر نحتاجوه بزاف في البوراك، في البيتزا، في المملحات الى اخره. علاش انا كل يوم نروح للثلاجه ونجبد شويه نقعو ولا نغلي؟ علاش ما نوجدش كميه تاع الاسبوع نحتاجها خلال الاسبوع. هنا عندي الزيتون الاخضر غليته. اولا غسلته مليح، غليته في الماء فقط، ومن بعد التغليه الزوجه غليته في الماء والرند، السكر وطرونش تاع القارص وصفيته. الزيتون الكحل نقعته 2 مرات باش نحي منه هذيك الملوحه، ونحتاج حبه طرشي. حبه تاع الطرشي هنا تبقى اختياريه. اذا هذه هي الحاجه الاولى اللي نديرها. دوكا نقطعهم كامل رقيق رقيق كما راكم تشوفوا. هنا قطعت الزيتون. دوكا واش ندير هنا؟ اللي تحب دير كل نوع تاع زيتون في بورت مونجي دير. انا بالنسبه ليا ما نديرش، نخلطهم كامل. هنا اختياري. كما تقدروا مثلا الزيتون هذا ما تقطعوه دي غونديل وديروه وحده وتخلوه لطاجين الزيتون. انا داك الزيتون تقولوا راه يتباع قطعوا ما نتعبش روحي، مي داك ما يعجبنيش، يجي مالح بزاف ويجي طايب بزاف. وكان نخلطهم كامل هكذا. هكذا مره اخرى كي نحتاج بالمغرف فقط، نرفد بالمغرف، راه مغسول راه منقع راه كلش، وندير واش حبيت. هنا شوفوا انا قطرته ما فيهش الماء، مي باش نضمن باللي الماء ما يبقاليش فيه واش ندير هكذا بابي. مرة يتباعوا هذوك تاع اللي وقت مونجي ودايره كيما الكسكاس، مي هذه احسن طريقه. شوفوا هكا، وفي الثلاجه نحطها بالطريقه هذه، يعني اونكا فيها ماء راح يهبط كامل هذاك البابي. هذا بالنسبه للزيتون. بالنسبه للجبن نفس الشيء. بالنسبه للجبن نعرفوا الجبن نحتاجوه بزاف، يا اما في البيتزا ولا في الغراتان، يعني المهم نحتاجوه تقريبا يوميا، ولا ما نقولش تقريبا يوميا نحتاجوه. نعرفوا الجبن النوعيه اللي تكون غاليه، يعني النوعيه المليحه قصدي تكون غاليه، شيدار ولا غريغ ولا، وهذا شويه السعر تاعو نقدر نقول معقول. هذا شباب ويذوب وكلش، مي هذا ما فيش البنه كيما الشيدار ولا كيما غريغ. اذا انا واش ندير؟ نخلط هذا مع هذا، وهذا الطعم تاعو راح عفوا هذا الشيدار راح يغلب على هذا. اذا علاش انا نحطهم في الثلاجه وكل يوم نجبد ونبشر شويه ولا نسكرفش شويه، نخلطهم مع بعضهم ومن بعد نجبد. واش خاصني هنا؟ يكون عندي الجبن بكميه لاباس بها ويكون منكح. كما راكم تشوفوا سكرفشتهم وشوفوا الكميه الكبيره اللي مدها لي، يعني هذيك الجبن مع الجبن الثاني تاع الشيدار. شوفوا شحال الكميه هذه تكفيني اكثر من اسبوع. هكذا نخلطهم مليح مليح ونديرهم في ساشي ولا في بورتمونجي كيما حبيت. وهكذا وقت ما حبيت نجبد الجبن نرفد الجبن ونجبد، يعني هنا يكون عندي خليط وفي نفس الوقت بنين. نجي دوكا نحتاجو بزاف الفارينه ولا شابور في لابانيو مثلا، ولا في كروكيت ولا حاجه. واش نحتاج هنا؟ الفارينه نتبلها. مثلا عندي رطل تاع الفارينه، الفارينه هنا ما يهمش، نعرفوا الفارينه ما تفسدش ما فيها حتى حاجه، مي لا شابور شويه ما نكثرش منها، ندير مثلا رطل ولا شويه اكثر من رطل. هنا نتبلها ونحطها في بلاره، كي نحتاج نجبدها متبله، وما نحتاج لا نتبل ولا حتى شيء. واش عندي هنا في الفارينه؟ نحط لها الملح. نعرفوا الفارينه المسوسه نحط لها الملح، العكري، فلفل الكحل. من الاحسن نصفيهم. هذه بالنسبه للفارينه وكنخلطها مليح. بالنسبه لاشابيغ واش نحط لها؟ عفوا هنا نسيت حاجه اللي هي نشا، موارد كبيره تاع نشا. ونخلطها مليح. بالنسبه لاشابيغ واش نحط؟ نعرفوا لاشابيغ عباره عن خبز، يعني ما نحطش الملح. عندي فلفل الكحل، عكري، ثوم، وعندي 2 مغارف تاع نشا. هنا نشا شويه زايد على هذيك. نصفيهم ونخلطهم مليح. بالنسبه للبصل نعرفوا البصل نستعملوه يوميا. اذا علاش ما نوجدش كميه نحطها في المجمد ومن بعد كل يوم نجبد واش خصني. انا هنا كل نقولوا مثلا كل مرميطه ولا كل وصفه ندير فيها مثلا حبه بصل. هنا على كل حال على حسب ما حبيته. المهم انا عندي هنا كميه من البصل
وكل بصله درت لها سنه كبيره تاع الثوم ولا 2 سنات. دوكا واش ندير انا؟ نرحيهم في الاشواط، ماشي نرحيهم حتى يولوا بيغي، مي نرحيهم ولا نسكرفتهم كيما حبيتو. لحيت البصل لكم مع هذاك الثوم، وقلت لكم انا هنا عندي 6 حبات، نحط لهم كاس تاع الزيت، نخلط مليح ونديرهم في الساشي تاع التجميد. دوكا راح تقولوا على بالكم، على بالي بلي حنقولوا كيفاش نعرفوا بصله، مثلا استحقيتي بصله وحده، دوكا نقول لك كيفاش. نخلطوا انا مليح ونديرو هنا في الساشي كيما راكم تشوفوا. حطيته في الساشيه. واش ندير دوكا؟ نخرج الهواء، شوفوا هكذا. في الاول نضغط هنا، من بعد نخرج الهواء. واش ندير؟ نوزعو، لكن قبل ما نوزعو نحطوه في بلاطو، لانه البلاطو هذا راح يدخل للمجمد. نطويها هنا هكا. انا قلت 6 بصلات، اذا 6 بصلات نقسمهم على 6 على 6. ندير الطريقه هذه. علاش ندير الطريقه هذه؟ لو كان نجمدها كيما راهي هكا تولي لي كامل حجره. نعرف البصل يولي يطلق الماء، مش كيما الثوم. الثوم يطلق الماء من البصل الكثر. ندير هذه الطريقه كي شغل نفصل بيناتهم. نديرهم بالتساوي. نعمل لكم انا كيفاش سقمتهم ودرت كل حبه تاع بصل وحدها. هنا اللي تحب دير الطريقه هذه ديرها، ولا ديري كل مجموعه وحدها، يعني كل حبه بصل في ساشي وحدها. انا هكذا نحطها في المجمد بها بالبلاطو، كي نشوفها جمدت نكسرهم ونعاود نردهم غير في نفس الساشي ونحزمها مليح، يعني من بعد راح يتكسروا لي حتى لو جمدوه. اذا هذو من الافكار تاع اليوم بالنسبه لتحضيرات رمضان الاسبوعيه، نتمنى يكونوا عجبوكم. مع السلامه.